كوكب الأرض مساحته متقسمة ل71% مية و29% يابسة، و29% اليابسة متقسمة ل7 قارات، منها قارة في منطقة أقصاها مش مخلي حد يعيش فيها، القارة القطبية الجنوبية. يبقى بقى معانا 6 قارات. لسان حالك دلوقتي هو الكلام على ايه؟ هو المجال اتغير وهنتكلم جغرافيا. اللفه دي كلها عشان اقول لك ال6 قارات بيتلعب فيها كره قدم بمختلف مستوياتها، فانا جاي النهارده اسير الشغب واختار افضل لاعب في كل قاره من وجهه نظري. القاره الاضعف من الناحيه الفنيه الاوقيانوسيه، افضل لاعب في تاريخها بالنسبه لي هو تيم كاهيل، هيكون رقم 4 في استراليا، نجم ايفرتون السابق. ثانيا قاره امريكا الشماليه هيكون كاكاف، افضل لاعب في تاريخها نجم الريال في الثمانينات وهداف الليجا 5 مناسبات في 6 مواسم، المكسيكي هوجو سانشيز. ثالثا القاره الصفراء اسيا، نجومها كتير لكن الافضل في تاريخها الكور الجنوبي تشابون كون. هو زي ما انت سمعت كده، انا اسم انا قلته بالعافيه. وبالنسبه للقاره السمراء فاختيارها هيكون للكاميرون الصام والايتو. نوصل للقاره العجوز اوروبا، صعب جدا نختار ما بين اسماء كتيره جدا، لكن لو اخترت اي واحد فيهم هيكون منطقي، لكن من وجهه نظري هيكون البرتغالي كريستيانو رونالدو. وعلى مستوى امريكا الجنوبيه نفس القصه، لكن اختيارها هيكون ليونيل ميسي. وعايز رايك في التعليق.